السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد صلاح. للي ما يعرفنيش، احنا في القناة بتاعتنا بنقدم مراجعات لمنتجات تقنية من ضمنها الداش كام. ودايما في القناة بتاعتنا بنحذر وبنقول للناس لازم تركبوا داش كام في العربية عندكم. هي مهمة جدا ومش هتكلفك اي حاجة، هي تكلفة المنتج في الاول بس، لكن لا قدر الله ممكن يجيلك موقف تعرف قيمة الداش كام فعليا. داش كام اللي معانا النهارده من براند ازوم، بيجي بموديل جي اس 63 اتش برو، موديل طويل شويه لكن تخلي بالك منه كويس لو حابب تشتري نفس المنتج ده بالظبط. اللي بيميزه ان هو بيجي بيصور بدقه 4K للكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه اتش دي. وهنشوف الفيديو النهارده اهم المواصفات، وهنجرب التصوير بتاعها ونشوف جوده التصوير بتاعها في الصبح وبالليل، ونحكم عليه هل هو كويس ولا لا قبل ما تشتري الداش كام ديت. وانتظرونا ان شاء الله في الفتره الجايه هنزل لكم فيديو كامل نلخص فيه تجربتنا لجميع انواع الداش كام اللي انا جربتها، علشان يكون دليلك لو انت حابب تشتري الداش كام تكون مناسبة للمواصفات اللي انت عايزها. ودي كده شكل علبة الداش كام اللي معانا النهاردة من براند ازدوم، بتيجي موديل جي اس 63 اتش برو. ودي اهم المحتويات بتاعتها. اول حاجة هيظهر معانا هنا الكاميرا، هنرجع لها دلوقتي. الشاحن بتاعت العربية، شاحن زي ما انتم شايفين. ودي قطعتين اللي بتقدر تثبت منهم من خلالهم الداش كام على العربية. ممكن تختار القطعة ديت او من خلال القطعة دي. هيظهر معانا بعض الادوات هنا اللي بتحتاجها علشان تقدر تمشي السلوك ديت في سقف العربية عندك. وهنا الدبل فيس اللي بتحتاجه علشان تقدر تثبت بيه الكاميرا الخلفية او تثبت بيه القطعة دي برضو على الكاميرا الامامية. هنرجع هنا برضو هيظهر معانا قطعتين ستيكر زي ما انتم شايفين كده، بتقدر تثبتهم على الازاز علشان تقدر تنقل الكاميرا ديت من عربيه لعربيه بدون اي مشاكل. وهيظهر معانا هنا كابل الباور بتاع الكاميرا الاماميه زي ما انتم شايفين، تقدر توصله على اليو سي بي بتاع العربيه على طول او من خلال الشاحن بتاع العربيه. وهنا هيظهر معانا الكاميرا الخلفيه. الكاميرا الخلفيه ده الشكل بتاعها وده التصميم. وهنا هيظهر معانا الجاك بتاعها. وعايز اقول لك ان الكابل بتاعها ده تقريبا 6 متر طوله، يعني حلو جدا بصراحة. يعني انا وصلتها في العربية واتبقى منه تقريبا كمان 2 متر زيادة. الطول بتاعها كويس جدا، وهنشوف جودة الصورة بتاعتها في خلال الفيديو ده. لو بصينا على الداش كام نفسها فيها تصميمها مش مختلف عن الداش كام اللي احنا صورناها قبل كده. الخامات بتاعتها ممتازة جدا. ويظهر معانا هنا براند ازوم 4K واي فاي. الكاميرا الامامية بتصور بدقة 4K لانها من شركة سوني، موديل اي ام اكس 335. لو جينا بصينا من تحت كده هيظهر معانا مكان المايك ومكان زرار ريسيت لضبط المصنع. من الجنب التاني هيظهر معانا هنا منفذ الباور اللي هو تايب سي، ودي حاجه كويسه ان هم طوروها وخلوها تايب سي. طبعا ده هيفيدك ان هو يكون اسرع، متوفر معاك في اي مكان. من فوق كده هيظهر معانا المنفذ الخاص بالكاميرا الخلفيه والجي بي اس هنا. ومن الجنب التاني هيظهر معانا زرار الباور ومكان كارت الميموري. الداش كام دي بيجي معاها كارت ميموري بسعه 64 جيجا بايت، وعايز اقول لك ان هي بتشغل لحد 512 جيجا بايت. وطبعا لازم تختار كارت الميموري اللي هو بيشتغل مع الداش كام، وده بيكون سريع وليه مواصفات خاصه. لو بصينا من تحت كده هيظهر معانا زراير التحكم، المنيو والاب والداون والواي فاي واللوك والاوكي واللي هنشرحهم مع بعض دلوقتي. عايز اقول لك ان الداش كام ديت فيها جي بي اس واي فاي. فكره الواي فاي بتاعها انت بتحتاجه علشان تقدر تربط الموبايل مع الداش كام ديت وتقدر تشوف الحاجات اللي هي سجلتها. فكره الجي بي اس هنا طبعا بيجيب لك احداثيات المكان اللي انت مشيته ومسار الرحله كلها. طبعا عشان تعرف الجي بي اس او مسار الرحله لازم تشيل الكارت الميموري وتوصله مثلا باللابتوب بتاعك وتنزل برنامج ازدوم بلاير. بعد ما تشغل الفيديو هتلاقي مسار الرحله متسجل على البرنامج وبيظهر معاك على الخريطه. مش هتقدر تستفاد بيه في اي حاجه تانية غير كده، ان انت بتشوف مسار الرحله من خلال الابليكيشن اللي موجود على الكمبيوتر اللي هو خاص بازوم. هنجرب نشغل الداش كام دلوقتي. وصلناها بكابل باور وهتظهر معانا الشاشه الترحيبيه دي كده، وده جوده الكاميرا بتاعتها. هيظهر معانا هنا بعض المعلومات الخاصه بالتصوير، ان هي بتصور فيديو اللوب ريكوردنج والدبليو دي ار اللي هي الوايد دايناميك رينج. ده بيصور لك بيختار لك جودة الصورة ممتازة جدا سواء في الشمس او في تصوير الليل. وهنا بيظهر معانا جودة تصوير سواء ال 4K او الفول اتش دي. زي ما احنا قلنا ان الكاميرا ديت الامامية بتصور بدقة 4K والخلفية اتش دي. وهنا بعض المعلومات، السرعة بتظهر معانا هنا اول ما بنركب العربية، الوقت والتاريخ
وهنا اللوب ريكوردنج. نقدر ندخل على القائمه بتاعه الاعدادات من خلال زرار المنيو. هيظهر معانا الريزوليوشن، هنا تقدر تتحكم في الريزوليوشن اللي انت عايزه، سواء تصور 4K او 2K او فول اتش دي. اللوب ريكوردنج هنا يبدا تصور، انت عايز مده الفيديو اللي هو بيصورها 1 دقيقه 2 دقيقه 3 دقائق حسب زي ما انت عايز. وهنا الدبليو دي ار اللي هو الدايناميك رينج اللي هو الخاص بالتصوير الليلي او النهاري، بيختار لك احسن صوره طبعا. وهنا تقدر تتحكم في التايم لابس، الكاميرا دي بتصور تايم لابس لو انت مسافر طريق وعايز هو يختصر لك الفيديو ده ويصوره بالتايم لابس اللي هو التصوير السريع، متوفر في الداش كام ديت. وتقدر تتحكم في الاوديو، عايز ان هو يسجل صوتك ولا لا اثناء التصوير. وهنا الستامب انت عايز التاريخ والحاجات والجي بي اس والحاجات دي كلها تظهر على الشاشه بتاعه التصوير ولا لا. وهنا عايز تفعل الجي سنسور ولا لا. فكره الجي سنسور هنا اول ما العربيه يعني تخبط في حاجه هتلاقيها تبدا تصور فيديو طوارئ. فيديو طوارئ ده فكرته ان هو مش بيتمسح بشكل تلقائي، لازم تدخل انت تمسحه. فكرة تصوير الداش كام دي ان هي بتمسح الفيديوهات القديمة وتصور فيديوهات جديدة عليها. وهنا عندنا فكرة الباركينج مود. الباركينج مود هو انت مثلا ركنت العربية وعايز ان هي تصور اي حد يلمسها، فتبدأ تشتغل بشكل تلقائي وتصور لمس العربية وترجع تقفل تاني. طبعا الخاصية دي ما بتشتغلش غير لما بتجيب الهارد كيت ده. الهاردوير كيت ده هو عبارة عن كابل بتقدر توصله بعلبة الفيوزات بتاعة العربية وتوصله بالكاميرا، علشان الكاميرا تكون في وضع الاستعداد على طول. هي بتكون مقفولة فعليا، لكن اول ما حد بيخبط العربية هتلاقي الكاميرا بتبدأ تصور بشكل تلقائي. طبعا لازم من خلال الكابل اللي هو بيجي ده. طبعا تختار نفس الموديل اللي بيمشي مع الكاميرا بتاعها، ده باركينج مود هنا زي ما انتم شايفين. وهنا تقدر تختار اللايف سبيد، عايزه يظهر على الشاشة ولا لا. وتقدر هنا تختار انت مثلا تغير تقلب الشاشة زي ما شايفين كده اتقلبت، هنرجع نعدلها تاني. وهنا تقدر تختار ريزوليوشن، دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. هيظهر معانا بعض الاعدادات هنا سواء الواي فاي، وهنا الوقت والتاريخ زي ما شايفين، وعايز 12 ساعة 24 ساعة، وعايز الزراير دي تكون ليها صوت ولا لا، والصوت اللي هي بتاع الكاميرا وهي بتبدأ تقدر تتحكم فيه ده كله من خلال الداش كام ديت. برضو في حاجة عجبتني هنا يا جماعة في الكاميرا ديت، لما بنوصل الكاميرا الخلفية في إضاءة هنا بتبان في الكاميرا الخلفيه دي، بتبين لك هل الكاميرا الخلفيه متوصله وبتسجل ولا لا. دي من بعض الحاجات اللي عجبتني، ان في بعض الاوقات في الداش كام التاني كانت الكاميرا مش بتصور، ما باخدش بالي، لكن اللمبه دي مفيده جدا بتبين لك هي بتصور ولا لا. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
وبكده يا جماعه احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اللي عايز تشتري المنتج ده فانا سايب لكم رابط الشراء اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.